السلام عليكم حبوباتي ومرحبا بكم. ان شاء الله راكم كامل ملاح. اليوم راني جبت لكم فكره حاجه خفيفه نخرجوا من المراقي والحريره دوك الاكلات الثقال اللي كنا ناكلوهم من رمضان، وراني نقترح على روحي وعليكم غير حاجات خفيف توجديها ثم باش وقت وميم طون حاجه خفيفه. اليوم جبت لكم كبده مجربله. الكبده هذه تقدري ديريها باي طريقه، بتاع الدند ولا تاع الخروف. انا هنا عندي تاع الدجاج، غادي نخدمها معاكم ونعطيكم كيفاه تجي بنينه ومشرمله كيما تاع الغنمي. هنا نعطيكم المكونات ونروحوا نخدموها مع بعض. هنا عندي كبده تاع الدجاج، كبد الدجاج غسلته، درت له شويه خل ونشفته مليح وراه قدامكم. وهنايا عندي توابل، ملح، فلفل اسود، عندي كمون، عندي كرويه وفلفل احمر حلو. وهنا عندي فلفله مشكله حمراء وخضراء، هنا عندي حار، هنا ثاني حار، هنا الليم ضروري، لا ما عندكش الليم طيقي ديري الخل. وهنا عندي حبه بصله قطعتها صغار، وعندي ثوم، وعندي طماطم مصبره. نبداو على بركه الله. حاجه نروحو نجيبو مقله ولا طاجين، نروحو نديرو الزيت تاعنا، نقلو شويه هذيك الكبده باش تعطينا ذوق شباب، باش نخدمو بالزيت تاعها. خلو الزيت شويه يحمر، ونروحو نديرو الكبده. هنا ما غاديش نديرها اي غيطه، ما نغطيهاش باش نحوسها. انا ما نحوسهاش تطلق ماها، نحوسها غير تتحمر لي، خاطر كي تغطيها تطلق ماها تطول باش نخدمها بالخط. نقلوها مليح. في هذه الحاله كي تعطينا شويه طيب لنا نديرو لها الملح باش ما طيبلناش صامته. ومن بعد كينا انا نروح نقطعها بالخضمي، ما نبغيهاش كاع هكا كبيره، نبغي شكلها صغير باش يجي شكلها شباب. راها تحمرت، صفاتنا لون شباب وطلقت بنتها في الزيت. غادي نقلعها، قلت لكم انا نقصصها. نكملوا الوصفه مع بعض. نستحضروا بزيتها كاع البنه راها في الزيت. في زيتها نروحو نديرو البصله. هذه الكبده تجي بزاف شابه، درتيها ثم تقلي الكبده وقطعي بصلتك، انتي راكي درتي حاجه شابه.
نروحو نقطبو الثوم تاعنا، نقصوه هكا عشوائي، ما نرابطوهش، يتقلى لنا مع البصل. ويطلق بنته ثاني هو. هنا درت حوالي 2 سنات صغار، وحده صغيره كاع، ولا كانوا كبار ديروا 2 كبار. ندبلوها غير شويه. ندبلوها غير شويه باش من نهار نحطو عليها الفلفله ما تتحرقلناش، تكمل طيابها مع الفلفله. في هذه الحاله صايره بدات تدبل باش تكمل طيابها مع الفلفله ما تتحرقلناش. هنا قلت لكم فلفله حمراء وخضراء واللي تكون موجوده عندكم. وهنايا حرور ماشي ضروري، غير انا نبغي الذوق تاعه، اللي ما يبغيهش تقدري تستغني عليه. راح نديرو طماطم مصبره حوالي ملعقه كبيره، تقلى معاها باش تطلق لونها في الزيت. هنا رانا ما ضفناش الزيت، غير الزيت تاع الكبه. هنا قلت لكم راح نقطعها، وانتم ما كنتش دابا تخلوها هاك، خلوها بصح انا نبغي نقطعها. هنا لي زيبيس نروحو نديرو شويه ملح، حقه خضره ندرناها، نروحو نديرو فلفل احمر، كرويه، كمون، ونديرو فلفل اسود. ونقلوهم غير شويه باش ما يتحرقوناش التوابل. الفلفل الاحمر باش يعطيكم نتيجه وبنه شابه لازم تقلوه غير شويه ماشي تحرقوه. وبعد نروحو نديرو الهلمه. نروح ندير لها حوالي كاس تاع ما.
تبغوا لاصوص بزاف زيدوا الماء. كي تكتك نروحو نحطو عليها الكبده تاعنا ونخلوها تجمر على راحتها. في هذه الحاله كتولي تغلي لاصوص نروحو نرجعو الكبده تاعنا. هذه الطريقه الكبده اللي ما يوليش ياكلها تجي بزاف شابه. ان شاء الله تجربوها وتخرجوا من الميني تاع رمضان هذيك حاجه خفيفه توجديها ثمثم. كبده مشلوله بلا صوص ما شاء الله. ما تنساونيش بالجيم والبارطاج، تبارطاجوا هذا الفيديو وديروا جيم باش يطلع لي الفيديو. واللي ماهوش مشترك في قناتي نقوله اشترك، راني ندير لكم وصفات سهله وراني كيما نقول لك راني ندبر عليكم في عشاكم في فطوركم. الحاجه اللي راني نديرها راني نشاركها معكم، نعطيكم بادق التفاصيل. نخلوها تجمل ولا الكبده تطلق من بنتها ونرجعوا نشوفوها مع بعض في طبق التقديم. راها تجمرت وليت يبغي نشف لاصوص، يبغي انني باغيتها مشربله بلاصوص تاعها. في هذه الخطوه ضروري الليم ولا الخل. لا عندك الليم ديري الليم، لا عندك الخل ديري الخل. راني كملت، راني ما درتهاش في طبق التقديم، خليتها غير في مقلتها. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وكنت خفيفه ظريفه عليكم وعطيتكم فكره ولا وصفه مختلفه على الكبده المشلمله. ضفت لها واحد الصوالح اللي يعطيها نكهه بزاف شابه، واللي اي واحد ما يبغيش اي نكهه يقدر يستغنى عليها. ان شاء الله نقول لكم عجبتكم الوصفه وتبارطاجوها كاع مع صحاباتكم باش يستفادوا، وحاجه خفيفه توجديها ثمثم. وما تنساونيش بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كاع جديد تاعي. وما تنساوش ديروا لي جيم تحت الفيديو باش تشجعوني ويطلع الفيديو تاعي، وتعليق شباب تحفزوني وتعطوني رايكم في كاش راني نقدم. ما عليا نقول لكم غير الى اللقاء في الملتقى في فيديو جديد ان شاء الله. نبغيكم كامل.